بعض الحاجات في السوبر ماركت بتشد أولادنا المراهقين خصوصا، وهي علب مشروبات الطاقة. بتلاقي عليها شعارات زي يلا انطلق أو هيديك قوة. دي كلها حاجات بتخلي طفل أو مراهق بيبقى عايز يجرب. مشروبات الطاقة دي يا جماعة قنبلة موقوتة، يا ريت ما تبقاش موجودة في أي كانتين في أي مدرسة. ليه؟ لأن معظم المراهقين بيبقوا عايزين يجربوها، حاجة بالنسبة لهم ممنوعة وهم عايزين يعرفوا هي بتعمل إيه. بتديهم طاقة مؤقتة، سكرها عالي. فالحاجات دي كلها بتخليهم عايزين يحسوا إحساس حلو، أو إحساس إن هو عنده طاقة، أو حاجة ممنوع عنه فالممنوع مرغوب. إيه هي مشروبات الطاقة؟ مشروبات الطاقة هي مشروبات بتحتوي على نسبة عالية من السكر والكافيين. تعالي أقولك بقى بيحصل إيه أول ما الطفل بيشرب مشروبات الطاقة دي. أول حاجة بتديله طاقة جامدة، بتأثر على ضربات القلب، بتزود ضربات القلب، ممكن تضعف عضلة القلب، هتسبب السكر اللي فيها سكر عالي جدا، هيعمل نشاط زايد للطفل وبعد كده هيؤدي إلى خمول. ممكن يسبب لانفعال زايد أو نشاط زايد، بعد كده يسبب أرق وصعوبة في النوم. الدراسات لقت إن هي ممكن تأثر على حياة الطفل، وممكن تعمل له تسمم كافيين، وممكن تؤدي لحياته. بقى زي ما حصل في بعض الأماكن هنا، إن حصل مشاكل للأطفال، لقوا إن هم كانوا خدوا مشروبات طاقة فحصل لهم مضاعفات صحية. الجمعية الأمريكية لطب الأطفال قالت ممنوع تماما إن أي طفل أو مراهق يشرب مشروبات طاقة. ليه؟ لأن فيها نسبة كافيين عالية جدا، وفيها نسبة سكر عالية جدا. نسبة الكافيين في العلبة الواحدة ممكن يوصل من 80 ل 160 ملي جرام كافيين. الطفل أساسا نسبة الكافيين اللي ممكن نديها له حوالي 2.5 ملي جرام بالنسبة لوزنه. يعني لو طفل وزنه حوالي 20 كيلو هياخد 40 ملي جرام، يعني أقل من نص الجرعة الموجودة في العلبة. فعرفنا ليه هو نسبة الكافيين عالية وسبب زيادة عالية جدا في ضربات القلب ممكن تؤدي إلى الوفاة. تاني حاجة نسبة السكر. نسبة السكر حوالي 30 جرام سكر بما يعادل 7 معالق سكر أو 6 معالق سكر، ودي نسبة كبيرة جدا ممكن تؤدي إلى السمنة وتسوس الأسنان عند الأطفال. فياريت نبطل الحاجات دي والمشروبات الغازية عموما كلها.